تفوق بخدماتها مستشفيات العاصمة بغداد حتى الخاصة منها لتستقبل المرضى الوافدين إليها من المحافظات العراقية المجاورة، وتنجز ما تعجز عنه مستشفيات المركز مع كثرة ردهاتها العصرية وما تضمه من أجهزة حديثة ومن مناشئ عالمية معتبرة. فالعمليات الكبرى فيها لا تكلف غير 500 دينار عراقي فقط. نعم، هي مستشفى الحاج جلال في قضاء النعمانية 40 كيلومتر شمال مدينة الكوت. استشارية متكاملة مع مختبر متكامل وشراء أجهزة من مصادر رصينة، وتم الحمد لله خلال حدود 6 أشهر كمال الاستشارية على تم وجه وافتتاحها لخدمة مواطنينا الكرام وتزايد عدد المراجعين، إضافة إلى تسهيلات إحنا نقدمها للمواطنين بعدم تطبيق نظام الإحالة، وذلك لعدم إرهاق المواطن الكريم. فأصبحنا الآن حدود 3 أضعاف المرضى الاستشارية نستقبل، إضافة إلى افتتاح استشاري للأطفال وافتتاح استشارية عنق الرحم، وهو الإنجاز الوحيد في محافظة واسط بشكل عام عدم وجود استشاري عنق الرحم أو اللي يأخذ المسحات حتى من بغداد، يعني اللي هي العاصمة، حتى من بغداد هي العاصمة اللي يتم يعني إجراء العمليات من قبلنا اللي هم في مستشفانا لغرض لأنهم قد زاروا المستشفى وطلعوا على الخدمات وطلعوا على الفرق ما بين مستشفانا وما بين مستشفيات بغداد بشكل عام، وحتى بغداد المستشفيات الخاصة اللي هي لغرض دفع المال الخاص، ففرق بيناتهم. يعني احنا هنا العمليات بشكل عام على الجناح العام هو باص ب500 دينار. على الرغم من وجود طبيب تخدير واحد فقط، إلا أن المستشفى تجري أكثر من 290 عملية شهريا. كون أنه نملك مخدر واحد وله إجازة يومين بالأسبوع، رغم أنه إجازة يوم بالأسبوع وصار لنا شهر وفاتحين الردهات، الشهر الماضي شهر آب كان حدود 290 عملية. بجهود فردية استطاعت مستشفى الحاج جلال في النعمانية الحصول على جهاز الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، حيث تعمل عليه طبيبة مختصة مع استقبال أكثر من 90 حالة يوميا. استشارية مستشفى الحاج جلال نستقبل حاليا بما يعدل من 90 إلى 100 مريض يوميا بمختلف الحالات النسائية والولادة. كذلك تتميز المستشفى الحاج جلال لأول مرة في محافظة واسط بوجود ناظور عنق الرحم أنا المشرفة عليه، أقوم بعمليات فحص المريضة وإجراء الناظور وأخذ خزعة وإرسالها إلى مستشفى الزهراء لنتائجها. هذا الناظور أول مرة يتوفر في مستشفى الحاج جلال بالنسبة لمحافظة واسط للكشف المبكر عن مرض سرطان عنق الرحم. الجهاز الوحيد اللي موجود بمحافظة واسط، يعني احنا جبناه بمجهود يعني فردي باتفاق مع المدير العام ودكتور عدنان الشمري، وتم استيراده وبدأ العمل به تقريبا من حوالي 4 إلى 5 أشهر، ودزينا كتاب إعمام إلى جميع مستشفيات محافظة واسط يعني إرسال اللي يريدون المريضات اللي يحتاجون إلى الناظور. 500 اللي فلوس الباص العادي، يعني 500. تضم المستشفى مختبرات تحليلية هي الأولى من نوعها في المحافظة على مستوى الكيمياء السريرية والهرمونات، وهي خاضعة لبرنامج السيطرة النوعية. الأقسام متعددة، قسم الكيمياء السريرية واللي يحتوي على تحاليل كيمياء سريرية كاملة وعلى تحاليل الهرمونات. وبالنسبة لتحاليل الهرمونات هو تحاليل جديدة ودقيقة ولأول مرة تبدأ بالنسبة عندنا بالمستشفى، وتحاليل كاملة وعامة وتامة بالنسبة للهرمون. تحاليل الكيمياء السريرية زادت عن المعدل السابق، وبدينا نشتغل تحاليل كاملة للمريض، وخاضعت تحاليل الهرمونات وتحاليل الكيمياء للسيطرة النوعية. الأشعة أو CR هو الآخر فريد من نوعه في مستشفى الحاج جلال، يعمل عليه تقنيون متخصصون مع أشعة ملونة بالمجان، والتي تكلف المريض خارج المستشفى أكثر من 200,000 دينار عراقي.
السي ار حقيقة هو يعتبر من الأجهزة الحديثة المتطورة، اللي هو النظام الرقمي الجديد للأشعة اللي دخلت البلدنا، واحنا دخلناها للمستشفى. تعتبر يمكن نعتقد من السباقين، لأنه يوضح للطبيب تفاصيل دقيقة للمناطق اللي تم أخذ الإشعاع له، إضافة إلى جهاز الأشعة حديث، أعتقد أمريكا وألمانيا المنشأ، والكادر مال الأشعة هم تقنيين أشعة، خريجة كلية تقنية أشعة، يعني كادر كفؤ رغم عدم وجود طبيب أشعة وطبيب سونار، بس هم قادرين عليها. إضافة أنه يتم أخذ أشعة ملونة للرحام للأنابيب عن طريق كادر متخصص تحت إشراف طبيب الأخصائية. يعني هذا اللي يكلف حدود 200 إلى 300 ألف في العيادات الخاصة، احنا نجريها مجانا. فيما تضم ردهة الخدج 3 وحدات تخصصية، هي وحدة عزل الخدج، ووحدة إنعاش الخدج، ووحدة التشجيع على الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى الردهة العامة التي تضم 9 حاضنات للأطفال مع ملحقاتها من أجهزة العلاج الضوئي، وأجهزة إعطاء السوائل الإلكترونية، وجهاز اكتشاف الأوردة الضعيفة لدى الخدج بالأشعة تحت الحمراء، وجهاز إنعاش الخدج الإلكتروني ذو التحكم الذاتي. لبرنامج مسيت العافية من واسط، هيثم الزبيدي، قناة أضواء الوطنية.